السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، وكيف رمضان معاكم؟ الحمد لله خلصت العشرة الأولى. بصراحة ما حسينا بش أبدا. اليوم معانا مكرونة بالبشاميل محشية بطريقة الشاورما، شاورمة الدجاج أو بالدجاج نقول، عشان ما نظلمش الشاورما برضو، لأنه الشاورما طريقتها ثانية. معانا هنا زبدة على زيت، وبتشوفوا كيف بنسويه بالتفصيل. طبعا رمضان مشيت الأيام بسرعة صراحة، يعني أسرع شهر وأكثر شهر نزعل عليه. من- بجد يعني أجمل أيام هذه الأيام. ربنا إن شاء الله يتقبل مننا دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وقيامنا يا رب، بإذن الله تعالى يا رب. ولو كان رمضان شهرين إيش بتسووا؟ كان أحلى صح؟ مش عارفة، بس أني أحب رمضان جدا. إن شاء الله ربنا يتقبل مننا يا رب. هنا بنقلب بصل شرائح رقيقة، الشرائح مش أي يعني، مش شرائح عريضة. وهنا طلعنا الماء حق المكرونة، طبعا سباجيتي. وبنقلب البصل لحد ما يضمر. هنا معانا الدجاج مقطعينه نفس حق الشاورما، شرائح. ونقلبه لحد ما يتغير لونه، بجلس اقلبه تماما. وطبعا كالعادة عملنا قلصنا الفيديو علشان ما نطولوش عليكم. شوفوا ذحين كيف تغير لونه. ونعمل الثوم الآن، ونقلبه تمام. نقلبه تمام. كل واحد يقول لي من فين يتابعني. الآن أني أصور لكم وأني في أبها في السعودية، مشتاقة جدا لرمضان في اليمن. رمضان وقبل المغرب، ونحن نسمع القرآن من المساجد. هنا طبعا ما نسمعش أي حاجة، بس إن شاء الله ربنا يكتب لنا إن احنا نصوم برمضان مرة، يعني إن شاء الله بإذن الله. بس أجت على حظي إنه أجت دراسة مع بنتي، فما قدرش إنني أروح رمضان باليمن. من أجمل رمضان باليمن بكل تفاصيله، بجماعات الأهل، بجماعات الأخوان والأخوات وأهلي، بكل حاجة. حتى لما رمضت برضو مع أهل زوجي كان من أجمل الأيام. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على الغربة وعلى كل حاجة. نظل الآن نقلب تمام لحد ما نشوف إنه تمام، نبدأ نعمل البهارات. الآن الفلفل الأسود، طبعا أنتم على ما تحبوا. أنا عملت فلفل أسود، بهارات مشكلة، شوية كاري، شوية قرفة، شوية هيل، يعني قريب للشاورما. وهنا بابريكا، بابريكا حلوة مش بابريكا حارة، لأنه هنا ما يحبوش الحار أبدا. وهنا كمان شوية كاري. وهنا يعني عملت أني قد قلت لكم كل حاجة، وإن شاء الله بكتبها بالصندوق الوصف. وهنا الملح، نقلبه تمام لحد ما خلاص يكون جاهز، لأنه بسرعة ينضج، لأنه مقطع رقيق، يعني مش ثخين، وبنفس الوقت هو الصدور بسرعة تنضج.
بتشوفوا يعني ذا الحين أنا بشوفه أول ما ينضج على طول بدخل الخضار الذي هو الفلفل الألوان وبني وخلاص، ونطفي تحته أول ما نشوف إنه خلاص، نقلبه شوية ما نخليهوش يذبل، بالذات الفلفل عشان حلو لما يكون كذا تحس فيه. طبعا هنا أنا آخر حاجة عملتها شوية قرفة، رشة قرفة على رشة هيل، وهذا اختياري طبعا أنا بس عشان أدي طعم الشاورما. شوفوا خلاص هنا نضجت الصدور. الآن بندخل الخضار الذي هو فلفل الألوان. لا، أول حاجة هنا عملت شوية ماء وما بغطيهوش خالص عشان ما يخرجش الماء حقه، بجلس بس أقلبه لحد ما ينضج. خلاص هنا نضج. وهنا الفلفل الألوان نقلبهم شوية بس، ونعمل رشة بسيطة من البقدونس، طبعا هذا كل واحد على ما يحب يعمل. هنا خلاص قلبناه، وعملت طبعا البقدونس تقريبا هنا ما سويتوش لحظة، خلاص هنا جاهز. أنا خليت يعني يكون مش ناشف قوي. هنا مع البشاميل معروف 3 ملاعق زبدة، أنا عاملة هنا زبدة على شوية زيت، بس نقصت من الزبدة هذه لأنها شفتها كثيرة وزيت. والدقيق برضه عملت 4 ملاعق. طبعا معروف طريقة البشاميل وعملتها قبل كذا. نقلبه وبعدين نعمل الحليب. هنا نبدأ ندخل الحليب. لتر طبعا، أنا عاملة لتر وعاملة ماء المكرونة. ونقلبه تمام عشان ما يتكتلش. ونأخذ الماء حق المكرونة، يعني كوب تقريبا، يديه طعم حلو مرة. بنعمل جبنة سائلة، هذا اختياري، وجبنة موزاريلا. هنا فلفل أسود وملح. والجبنة السائلة هنا. وهنا الموزاريلا. وخلاص نقلب لحد ما يبدأ تحس انه القوام حقه تمام، خلاص كفاية، لانه عاده بيثقل بعدين لما يدخل الفرن، بس كون جامدة شوية. من أكثر الأكلات الذي أحب أكلها ساخنة جدا هي البشاميل، لأنه تحس بالمطة حق القرن، تشوفه يعني حلو. ما أحبش لما يكون جامد،
يعني ما احبوش لما يكون قطع، بس طبعا كشكل القطع افضل. خلاص هنا جاهز كل حاجة، هنا الحشوة وهنا المكرونة والبشاميل. بنعمل هنا البشاميل، بنصب له المكرونة كاملة او للسباجيتي ونقلب. وهنا نقلبه تمام بالشوكة. نعمل البشاميل لا كاملة عشان يكون الطعم حلو، يعني معزز فيه. دحين بنقسم نصه بالبايركس طبعا. والمفروض اعمل اول طبقة يعني بشاميل، بس انا هنا بما انني قد عملت المكرونة كاملة فتقريبا اشوف انه تمام، ولا هو المفروض اسوي اول طبقة بشاميل. طبعا كنت اصلح اعمل هذه المكرونة واكلم امي بالتلفون، فما كنتش مركزة تمام. وهنا البشاميل خلاص، الآن ما يحتاجش انني اشرح لكم، تشوفوه مباشرة. وهنا الجبنة الموزاريلا. اخر حاجة الجبنة الموزاريلا، وكمان لو في متواجد شيدر برضه حلو. وخلاص تكون جاهزة للفرن، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها. ألف عافية للي أكلوها وألف عافية للي بيجربوها. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. اليوم حبيت أدخل لكم جو من أجواء رمضان في اليمن، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مقبول باليوتيوب، لأنه مش عارفة هل الفيديو بيمشي ولا لا، أو أنني بلغي هذا الصوت.